نشرت صور خطوبتها وكتبت عليها: حب 10 سنين أخيرا رجع مطرحه، وديني رجعته تاني، موتي بغيظك يا عقربة. قصة خطوبة البلوجر رهف الشامي. رهف حكت قصتها وقالت إنها ابتدت من وهي 18 سنة، وسامح كان أكبر منها بسنتين، وكانوا جيران في منطقة واحدة. وقالت كان معجب بيا، وفعلا اتشدنا لبعض وحبينا بعض، وجي بيتي وقابل بابا وطلب إيدي منه، واتخطبت أنا وسامح. لكن كان في واحدة جارتي، كنا صحاب، وكانت تعرف قصتي، وكانت تعرف قد إيه إحنا بنحب بعض. لكن أنا ما شفتش في عينيها نظرة فرح ليا وأنا بحكي لها كل ده. كانت بتقولي ربنا يهنيكم ببعض، لكن عينيها ما كانتش بتقول كده. ولحد ما جبنا الشبكة واتخطبنا، وهي كانت معانا خطوة بخطوة، تعرف هنعمل ايه وتساعدني. اللي استغربته منها إنها كانت دايما عند مامته، وبتقعد دايما تتكلم وتهزر معاها، وكأن هي اللي خطيبته مش أنا. وكان كلامي قليل معاهم بحكم إني لسه معرفهمش قوي. حماتي ما كانتش بتحبني، كانت دايما سلمى تقولي: حماتك بتقول عليكي إتمة عشان مش بتتكلمي معاهم ولا بتروحي تساعديها في شغل البيت. كنت بسمعها واتضايق وأقول لها: كفاية انتي بتروحي. وتمر الأيام واتشغلت أنا وسامح في قصة الجواز وهنحضر له إزاي. كان عنده شقة وكنا بنختار ديكوراتها وألوانها. كانت دايما حشرة نفسها وبتتكلم معاه وتحاول تهزر. كنت من جوايا بغلي، لكن ما كنتش بتكلم عشان هي صاحبتي، وهي كانت واخدة عليه قوي، وزي ما تكون قصده كده عشان أتضايق. كانت تفضل تقولي: بلاش الألوان دي، انتي كده فلاحة، ارتقي شوية عشان الراجل ما يطفش من وشك. وتفضل تضحك. بس أنا كنت بكبر دماغي ومهتمية بس بالتجهيزات. نزلنا لفينا على القاعات وحجزنا كل حاجة، وهي كانت كل ما تسمع حاجة جديدة عملناها كنت بحس بالزعل في وشها ونبرة صوتها، ولا كأنها بتتمنى إن الجوازة دي تتفركش. لحد ما جه يوم لقيته بيتصل عليا وعمال يزعق معايا ويقول لي: ايه اللي عملتيه ده؟ انا عمال اقول له: حصل ايه؟ طيب اهدى بس وفهمني. وهو رافض يتكلم معايا وقال لي: انا هاجي لابوك النهارده وكل شيء هينتهي. انهارت لما سمعت كل ده، كل حاجه هتتهد في لحظه. جريت اكلم سلمى واقول لها: مش عارفه ايه اللي حصل وليه قلب عليا. ما عملتش حاجه، وبيقول لي هيفركش خطوبتنا. طب انتي تعرفي حاجه؟ وفعلا بالليل لقيته جاي لوالدي وقال له كل شيء اسمه ونصيب، أنا مش هكمل في الجوازة دي. حاولت أتكلم معاه وأفهم منه، بس رفض يقول لي حاجة. وتعدي الأيام وأسمع عن خطوبة سلمى صاحبتي، واتفاجئ إنها على حب عمري اللي خطفته مني. انهارت لما سمعت اسمهم سوا، وبقت مامته عمالة تقولي: خدنا واحدة محترمة مش بتاعة أعمال ودجالين، كنت عايزة تموتي ابني يا مش عاوزة. وأنا واقفة متسمرة مكاني ومش مصدقة. بعدها رحت لسلمى أسألها: ليه عملتي كده فيا؟ قالت لي: أنا كنت بحبه من قبلك، وجيت انتي بكل سهولة تقولي لي إنكم بتحبوا بعض وكمان هيتجوزك. كلامك دخل زي السهم في قلبي، بس أنا ما فقدتش الأمل وفضلت وراه وقربت من أهله وإخواته لحد ما وصلت لهدفي، وطلعتك وحشة قدامهم وبتاعة أعمال، وعملتي كل ده عشان يبقوا خاتم في إيديكي، وهو سابك وهيتجوزني. ولقيته بعدها بشهر بيعزمني على فرحهم في نفس القاعة ونفس شقتي اللي على ذوقي. وأنا رحت فرحهم عشان أثبت لنفسي إني قوية من غيره. وعدت الأيام وخلف، وسموا ابنهم نفس الاسم اللي اخترته معاه. لكن هو عارف حقيقتها وإني ما عملتش كده. وبعد 5 سنين جواز طلقها ورجع يكلمني وبقى يقول لي: أنا عرفت الحقيقة وعمري ما نسيتك لحظة، تعالي نرجع لبعض. واتخطبنا. لكن هي مصممة تشوه صورتي وتقول عليا خطفت رجالة وخطفت جوزها منها، كل ده عشان الناس تتعاطف معاها.